خطوة. خطوة هي كل ما نحتاجه للتقدم، للنجاح، لتخطي الصعاب. وما حياتنا إلا مجموعة من الخطوات، نحن هنا لنتشارك بعضها، ربما تتشابه تجاربنا. أنا فاطمة الجمالي، وهذا بودكاست خطوة. وأنا من هذا البودكاست أتحدى ألكسندر علوم أنه لو لم يكن زوج رحمة رياض ما كان شاف أي دور تمثيلي في حياته. 95% منها كذب، كانت حساباتي خطأ. ما ضرب فيه العراق من سيارات مفخخة وقنابل تعادل 6 هيروشيما. برامج المواهب العربية تقدم خدمة مجانية للمشتركين. أنه أعلن اعتزالي عن الصحافة والإعلام لأول مرة. أنا من سأقول أربط الأحزمة. ضيفي اليوم صديق العزيز والزميل الصحفي حيدر النعيمي. حيدر، شكرا لقبول الدعوة، مع أنه يعني كانت على الطاير وأنت جاي بسرعة لدبي وأنا مريضة، لكنها فرصة لا تفوت. شكرا أنك ضيفي اليوم. أنا اللي أشكرك على الاستضافة، وسعيد جدا ويشرفني حقيقة أنه أكون وياك بهذا البودكاست. أنت إنسان تستحقين أنه أحد يكون معك لتجاربك الواسعة ولفكرك الجميل، وعندك خصوصية بالنسبة يعني فاطمة عندها خصوصية في حيدر أنك تعشق العراق ولك عمق بالتفاصيل العراقية حلوة وجميلة، فيشرفني ويسعدني أن أكون وياك في هذه الحلقة. شكرا لك. بودكاست خطوة هو فاصل بين الاستمرار والفشل أو الاستسلام. استمرار والاستسلام. وأنا بعرف أنك مريت بالعديد من الخطوات، نجاحات، الكسرات. قبل ما نبدأ، السؤال الأول: شو جابك للإعلام؟ أنت خريج بيولوجي، مرحلة أولى كنت إعلام رياضي، ثم نقلت للإعلام الفني. ليش؟ أنا يعني بصراحة هو كان توجه أصلا مو للبيولوجي، علوم الحياة اللي هي شهادة قريبة على الطب. كان توجه لمعهد الفنون الجميلة، إنه أنا أريد أصير مطرب بعد ما كنت أريد أصير لاعب كرة قدم. فالأهل اعترضوا، قالوا شنو يعني موسيقى ومطرب، هذا شيء يعني ما بمستقبل. لهم الحق، لأن كان هذا الوقت في وقت الحصار الاقتصادي على العراق اللي انفرض من عام 90 لغاية عام 2003. وكانت الناس تفكيرها غير، تفكيرها أنه لازم أكو دراسة تنفع يعني فيها شغل. فقالوا بالتالي احنا نريد شهادة علمية وكذا من هالأمور. كملت مسيرتي العلمية وأخذت شهادة بالبيولوجيا وعلوم الحياة من جامعة بغداد. ولكن بقى حب الفن يسري. يعني كرة القدم كان الموضوع بداية، قلت لا هذا مو اتجاهي. الطرب هي المرحلة الثانية اللي هي يعني قبل النضوج، يعني هو الشغف الأكبر. واكتشفت أنه ما أنفع لهذا الطريق. فضلت أكتب أراسل شركات عالمية، جامعات، إذاعات. كان في التسعينات هواة المراسلة، أنه صديقنا من العراق كذا 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 كذا، وخواطر. الانتقالة صارت لما نشر إلي بمجلة كل الأسرة الإماراتية عام 98 أول موضوع كهاوي، وكان سعر المجلة في ذلك الوقت 5000 دينار عراقي، 5000. كان راتب الموظف 3000 بالشهر.
فكانت المجلات بالعراق في بغداد تؤجر يعني باليوم، يعني بمبلغ بسيط زهيد. أنا حتى ما أضيع عليه المجلة، وهذا الدليل الواضح أنه أنا قدرت أوصل خارج حدود العراق في وقت كان العراق منعزل عن الكرة الأرضية، فقط عندنا المنفذ الوحيد هو طرابيل على الأردن. فاستدانيت مبلغ كبير واشتريت المجلة ما زالت موجودة عندي بالحفظ والصون بكامل، يعني ما مستهلكة، أنا مغلفها حتى بكيس يعني. فحسيت أنه عندي ملكة الكتابة، وهذا يرجع إلى الوعي المبكر وإلى القراءة المبكرة اللي أنا نشأت عليها. قرأت كل شيء، يعني أنا بعمر 16 سنة أكملت كل مثلا روايات إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، بلشت جرجي زيدان، دوستويفسكي، قرأت الشعر، قرأت الأدب، قرأت الدين، قرأت السياسة، قرأت التاريخ، تعمقت. فصار عندي خزين. هذا الخزين في اللاوعي ظهر بعد التخرج أو قبل التخرج من الجامعة. بلشت الصحافة ممكن تستقطب عناصر جدد، خصوصا بعد 2003. ففور دخولي لعالم الصحافة من أول يوم أنا تم الاعتماد علي بشكل رئيسي، مع أني لم أمارس الكتابة الصحفية أبدا. يعني أذكر أول رئيس تحرير اللي روح أعمل حوار، أنا ما أعرف وين أروح وأعمل حوار، بس بممارستي بقراءة حتى الصحف وأنا صغير رحت وعملت حوار، وقدرت من أول سنة أنه أعمل ضربات صحفية، وانطلقت بعالم الصحافة الرياضية مبدئيا، ومن بعدها انتقلت لعالم الفن. فهي اكتشاف الجزء المخفي اللي كان باللاوعي أتصور. وليش نقلت للعالم الفن؟ يعني هل ما كان صحافة الرياضة ما كانت هو هذا السؤال بشقين. أنا لحبي للرياضة الشديد لكرة القدم، كوني أنا لاعب كرة قدم سابق، وحبي للفن، وعندي أنا مثالين كنت أصبو أنه أصير مثلهم، يا أما مثل الراحل أحمد راضي الله يرحمه، كابتن منتخب العراق وأفضل لاعب في آسيا عام 88، أو أصير مثل كاظم الساهر. هاي الشخصيتين هم أثروا كثير في حياتي، فيا أما أكون أحمد راضي أو أكون كاظم الساهر. لما جيت للصحافة أنا كنت يعني ما زلت في اللعب، وموضوع الرياضي أنا أسهل إلي من الموضوع الفني. الموضوع الفني تحتاجين تقابلين مطربين وكذا، في شوية أصعب. فمعلومات الرياضية ممتازة، فدخلت مجال الصحافة الرياضية، لأن أنا كنت نهم بقراءة الصحافة الرياضية وعلى معرفة. فاقتربت من أحمد راضي الله يرحمه بهذيك الفترة. بهاي الفترة نفسها اشتغلت في صحيفة الخليج الإماراتية عند مكتب بغداد، ولكن اشتغلوا عليه شرط أنه أشتغل غير الرياضة، أنه أشتغل فن. فعملت بالفن، فكان 70% من شغلي رياضة، 30% فن. بعد مرور 9 سنوات طلقت الصحافة الرياضية بالثلاث، وصار شغلي فن 100%. يعني هو محاولة الاقتراب بين العالمين اللي أنا تركتهم، اللي ما حققت طموحي بيهم، ولكن حققت طموحي كصحفي بالرياضة وبالفن. هل يعني لما حكيت لي على المرحوم أحمد راضي، صداقتك العميقة معه ومعرفتك الشخصية به، هل هو سبب أنك مش قادر تتخطى غيابه؟ لأنه أنا بلاحظ على السوشيال ميديا أنه أنت تقريبا أكثر واحد من الإعلاميين اللي لسه يتكلم على أحمد راضي. أنا أريد أوضح نقطة. أنا ما يعني الناس يعني شوية اللي هو الكلام بهذا الموضوع مؤلم بصراحة. وفاة أحمد راضي كسرتني وجرحتني بشكل عميق جدا، وما زالت. يعني أنا سابقا لما أسأل هذا السؤال ما أقدر أجاوب، حاليا يمكن أقدر أوضح الأشياء. أنا ما كنت صديق عميق لأحمد راضي. أحمد راضي كان حلم جيل الثمانينات، أنا مواليد 1980. فهذا إحنا فتحنا عيننا على أحمد راضي. بعد دخولي الصحافة الرياضية والتقيته أكثر من مرة،
وكنا نتكلم على الواتساب وأبعث له وكذا ويبعث لي، وأحيانا وأنا قدمت باحتفاء رابطة عشاق كاظم الساهر. يعني شوف الصدفة، رابطة عشاق كاظم الساهر في العراق عملت احتفاء بأحمد راضي في حياته، وأنا عريف الحفل، فأنا اللي حاورت وأنا اللي وجهت. وهي الصورة اللي أكثر ألما إنه أنا يعني قاعد نتعانق يعني دا أرحب فيه. أحمد حلم جيل. أحمد هو القدوة، أحمد هو الصورة الراقية للشاب العراقي، الأنيق، المثقف، المسالم، الشاطر جدا، الموهوب. فكان يمثل لحيدر يعني عالم حيدر اللي هو يعني عالم أحمد راضي يشبه حيدر. أنا بعد وفاته ب3 أيام يعني قرروا العائلة إنه ياخذون المستشفى من كثر النحيب اللي عليه صار، يعني الله يرحمه. أنا من سمعت خبر وفاته ما بكيت، يعني ما قدرت أبكي. أنا ثاني يوم انهاريت بالبكاء، لأنه صدمة الفقدان والتراجيديا اللي هي الفيروس اللعين كورونا أخذت رجل بكامل صحته، ما كان في شيء، يعني كان يتحدث حتى هو كان في المستشفى. فأني أول دخول لملعب الشعب في بغداد كان لمباراة الزوراء، كان يلعب في نادي الزوراء، كان أحمد راضي فيها وسجل هدف، يعني انتهت 1-0 ضد صلاح الدين. لحد الآن ذكرت تفاصيل المباراة. فهو حتى في الملعب، في ملابس الرياضي هو أنيق نظيف، يعني ما تشوف فيه هو يتوسخ حتى يعني. فالأشد ألما إلي لما الناس في بغداد إلى اليوم يعزوني في أحمد راضي، وأنا اللي يعني هذا الشيء دمرني، يعني إنه الناس تعزيني بأحمد راضي لأنه يعرفون مدى محبتي، وهو شيء يمثل لي. فأحمد خسر العراق بشكل مبكر، وبكل محفل رياضي أنا أستذكره، وأحيانا صرت يعني ما أقدر أكتب. بعد رحيل أحمد راضي كل الملاعب العراقية وكل البطولات اللي يخوضها العراق، يعني أنا آسف أقول هذا الكلام، صارت بلا طعم بعدم وجودها. يعني إلى الرحمة والغفران. يعني توفاه الله وهو في قمة مجده. أنا أول مرة في تاريخ كرة القدم أشوف واحد يعتزل عام 98 ولغاية ماته هو نجم، وهاي من النوادر جدا، من النوادر على صعيد العالم وليس على صعيد العرب، أن تبقى وأنت معتزل من 20 سنة لا تستطيع أن تمشي في الشارع. وهاي ما يملكها إلا في العراق، وهو في تاريخ العراق إلا أحمد راضي. الله يرحمه وإن شاء الله يعني يصبر أهله ومحبيه. حيدر، نرجع لجملتك الشهيرة أربط الأحزمة. كل إعلامي عنده الحق طبعا في الحفاظ على مصادره، لكن سؤالي، هل صادف أنك قلت خبر وطلع غلط، أو قلت خبر وندمت أنك أعلنته، أو قلت خبر ترتب عليه مشكل كبير؟ كل أخبارك تترتب عليها مشاكل، أنا عارفة. يعني هو الاختيار الثالث، المشكلة كبيرة. أنا أخباري كلها صحيحة وكلها موثوقة، فأحيانا يعني الخبر مو يطلع مو صحيح، الخبر أصحاب الخبر ما يحبوا يطلع. نحن بالعراق ما عندنا ثقافة السبق الصحفي أو المادة الصحفية اللي ممكن اكسكلوزيف تطلعين فيها. فقلت لك الاختيار الثالث هو المشكلة الكبيرة. أنا تهددت مرتين بالقتل على أثر أخبار أنا أنشرها وهي أخبار صحيحة باعتراف الناس نفسهم، يقول لك خبر صحيح بس إحنا يعني إحنا ما نريده يطلع، يعني إحنا ناويين عليك يعني خلاص. وأنا بصراحة يعني اللحم يمر، يعني مو بسهولة واحد يهددني بالقتل فأنا أضحك يعني بالتالي. وحتى اللي هددوني بالقتل بعد فترة صاروا أصدقائي، يعني عرفوا حيدر إنه غايته مو سيئة، يعني غايته هو خبر صحفي. بعد 21 سنة بالصحافة الكل عرف حيدر إنه لما يقول خبر خلص هذا الخبر موثوق 1,000,000,000%. متندم
ما أعرف إذا صحيح أقول متندم على أخبار لسنوات طويلة لأشخاص معينين. ما راح أقول متندم، راح أقول يعني كانت حساباتي خطأ. كانت حساباتك خطأ. بعد هالسنوات الطويلة في المجال، هل في صداقات في عالم الفن، بما أنه أنت قريب جدا من كثير من النجوم؟ يعني حتى لا يزعلون، حددي الصداقات، هل هم الفنانين أم الوسط الإعلامي أم الوسط الشخص؟ يعني الفنانين نفسهم في صداقات كلهم مع بعضهم. لما نشوفهم في الإيفنتات والمهرجانات والحفلات، دايما بتلاقيهم يضحكوا مع بعض ويسلموا على بعض ويصوروا مع بعض. يعني حددتها بالإيفنتات 95% منها كذب لأجل الصور بس، وأنا مسؤول عن كلامي. ما يحدث في الإيفنتات من سلام وتقبيل وصور وحبيبي وحبيب حياتي وأستاذنا وفنان، 95% من المشاعر هي مزيفة وكاذبة. يعني 5% هي حقيقية، مشاعر حقيقية. والدليل أنه عندما تتعرض لموقف يحتاج يعني مو كلام، يحتاج فعل، ما تلاقين أحد. تلاقين ممكن أشخاص مبعدين عن حساباتك. وأنا مريت بهاي أشياء، أنه مريت بأشياء معينة ما لقيت اللي يحكون بحيدر. بالتالي بالمواقف تعرفين حقيقة الأشياء. تعطي فرصة ثانية؟ سابقا نعم، حاليا مستحيل. ليش؟ يعني لهالدرجة التجارب السابقة كانت مؤلمة أو ولا نضج فكري خلاص؟ خلينا نعتبرها نضج، لأنه أحيانا التسامح والتغافل عن أخطاء الآخرين هذا يعتبر من السذاجة. حاليا في مجتمعنا الإعلامي والفني، إذا لم تكن قويا وصارم وشديد سيؤكل حقك. وحيدر النعيمي أكل من الرأس حتى القدم بحجة أنه صديق. فأتصور التعامل لما يكون رسمي من البداية، والصداقة هي موجودة يعني. بالتالي يعني أنا أعتبر الصداقة هي علاقات لها اكسباير. كيف يعني؟ علاقات المرحلة الابتدائية في المدرسة لها اكسباير تنتهي. المرحلة المتوسطة أو الثانوية يسموها في الدول العربية، إحنا عندنا متوسطة وإعدادية، يعني هي الثانوية لها اكسباير معين، ظرفية يعني. ظرفية. الجامعة نفس الحال، العمل نفس الحال. يعني أنا مثلا أنا اشتغلت في عدة وكالات وعدة صحف. مجلة من المجلات أنا فيها 13 سنة أنا مسؤول حوارات الأغلفة. حاليا بعد تركي لهذه المجلة 2019 لا يتواصل معي إلا يمكن 2 من مجموعة 30، يعني شخصين، وهؤلاء شخصين بالسنة مرة أو مرتين، بالعيد الكبير بالعيد الصغير وكذا، أو أعياد رأس السنة، على قد المسج. مع أنه كنا في وجه بعض أكثر من عوائلنا من ساعة 8 الصبح لحد ساعة 2 الظهر. يمكن لأنه حيدر نعيمي الصورة عند الناس في المطلق، يعني اللي بيشوفوا حيدر دايما بيشوفوا إنسان لا تقترب، ممنوع الاقتراب يعني فبتعطي صورة للناس حتى لو يصيروا بعدين زملاء أو كذا، إنه لا ما تتعامل معاه حيدر على قولتك لحمي مر. فيمكن هاي الصورة دايما بيكون عندهم الرؤية الأولى للشخص مغلوطة. يمكن أنا أعرفك من سنين، بس في ناس يمكن رؤيتهم صح غير. يعني يشوفون حيدر مغرور، حيدر نرجسي، حيدر رسمي، حيدر ما ممكن يضحك، حيدر ممكن يرقص، حيدر ممكن يروح فرح، حيدر ممكن يعني يفرفش مع أصدقائه لو هو رسمي وحاد. بالمعاشرة يعني يعني أحيانا بعض الجلسات أنا أكثر واحد
فكاهي يعني وأعمل مقالب، فيتفاجئون يقولوا لي إحنا يعني خصوصا في السفرات الخارجية خارج العراق، يقول لي أنت شخص تاني تماما. وهاي الناس يعني خصوصا الناس معاي من سنين، قلت لهم إيه لأن ما أجت الفرصة حتى تكتشفون حيدر الحقيقي. ما تزعجك الفكرة إنه الناس لا بتفكرني غير؟ أنا عندي مشكلة، العمل عمل، فبالعمل أنا جاد، خارج العمل شخص تاني تماما. بالمناسبة أنا بالبيت شخصية حيدر في البيت ما لها علاقة بكل هذا اللي طالع للعالم أبدا. يعني أنا ممكن يعني أغلب عادل الإمام بالكوميديا بالبيت يعني تخيل يعني محمد سعد مثلا يعني غير. أحب أقول لكم إنه بيغني كمان بس ما يحب يطلع الموهبة خايف يعني يكون منافس شرس للمجموعة الموجودة. صح؟ كان أمنيتي والله أصير مطرب، بس اكتشفت إنه لا، خليك يا حيدر على قد حالك، يعني خليك صحفي إعلامي. حيدر أحس إنه في تشابه بيننا الصراحة، لأنه أنا كل مسيرتي أحب أطلع تونس بالوجه الأمثل. كل ما هو إيجابي في البلد أحب أوريه للناس. طبعا كل الدول فيها مشاكل وفيها نواقص وفيها سلبيات، ولكن خليها بيننا للعالم بنخلي الوجه النير. نفس الشيء بالنسبة لحيدر. العراق كيف تحب تسوق له في الخارج بما أنه أنت عندك معارف؟ يعني يمكن أنا بدبي حاليا وجاي 4 أيام، قالوا لي يعني 4 أيام ما تكفي على مواعيدك، يعني نطولها أسبوع. فقلت لهم يصير عندي توحد، فهذا يمكن الجو المختصر. فقالوا يعني ممكن قلت لهم إذا تحطوني في سويسرا أكثر من أو في فرنسا أو في أمريكا أو في السويد أو في أجمل بقاع الأرض أكثر من 4 أيام 5 أيام، يعني أنا أشوش تماما. أتنفس في بغداد، أتحرك في بغداد، تعود لي الحياة في بغداد، لأنه العراق بلد من أجمل بلدان الكون. ليس لأني عراقي بتكلم هذا الكلام، روح الناس العراقيين محبين رحومين. حتى الإنسان العراقي القاسي تلاقي بيه طيبة وتلاقي بيه شهامة وتلاقي بيه كرم. أنا أتحدى يعني مع كل احترامي لكل الشعوب العربية، أتحدى شعب عربي أنه يحمل هذه التناقضات، أنه هو ممكن يكون قاسي جدا ولكنه طيب جدا، ولكنه كريم جدا، محب متعاطف، ممكن تلاقيه يبكي. هو رجل يعني مبين القساوة عنده. فاللي يميز يعني اللي يميزنا احنا الرومانسية هاي الموجودة بالمجتمع. الرومانسية مو واحد يحب وحده، لا، هاي الرومانسية بالتعامل مع الأشياء. يعني مثلا شخص بالمجتمع سيء أو شخصية يعني نسائية أو رجالية كانت والناس رافضيها، ممكن بموقف واحد بموقف تلاقي الناس تبكي عليها، يعني تتعاطف معها. فإحنا عاطفيين جدا، نحب الحياة بشكل مهول. أنت تعرف في معلومة، بعض الدراسات الأمريكية وجدت أنه ما ضرب فيه العراق من سيارات مفخخة وقنابل تعادل 6 هيروشيما. أتساءل بالله، هل هناك شعب على الأرض يضرب بها معدل 6 هيروشيما وهو الآن يتنفس ويضحك ويعمل إيفنتات ومهرجانات والأعمار على نطاق واسع وعايش الحياة، وتلاقيه يعني يضحك ويغني ويأكل والشوارع مزدحمة. ممكن جيتي عندك تجربة في العراق وجيت وشفتي المطاعم فل، الشوارع صحيح. فل والدنيا طبيعية. هذا يدل إنه هذا الشعب يحب الحياة. فأنا ما ممكن ولا بالأحلام أقدر أتخيل نفسي بدون العيش في العراق وفي بغداد بالتحديد. يعني أنا أأكد على كلامك، يعني تجربتي في العراق كانت سريعة جدا. مع هذا
فاقت كل التوقعات، وممكن تشوفوها على قناتي على اليوتيوب 48 ساعة في بغداد. كانت من أنا زعلان أجمل عليك لأن جيت 48 ساعة وما كنت أعرف. المرة الجاية بنعمل أسبوع كامل وبتكون تعرف. نرجع لإبراز العراق، الجانب الجمالي في العراق، الهلال الذهبي. كان واحد من يعني النية منه كانت إبراز الفن العراقي والفنان العراقي. فكيف بدأت الفكرة باختصار؟ بلشت الفكرة في أول يوم رمضان عام 2019. شاهدت مقطع لفنان عراقي كوميدي رحل في سوريا ودفن في مقبرة الغرباء. مقبرة الغرباء دفن بها كثير من الشخصيات العراقية المهمة في تاريخ العراق، سواء كانت أدبية وفنية، ومن رجالات العراق الكبار جراء اغترابهم في العاصمة السورية دمشق. فكنت تعرفين في رمضان أول شيء الشوربة يعني، فكنت باخذ الشوربة وطلعت تي في، فبطلت أفطر. شعرت بحزن. فيعني تحايرت على العيلة أنه بفطر أنا. أول ما قمت قالوا لي ما أكل شيء، قلت لا أنا بعد شوية أجي أفطر. رجعت على غرفتي، قلت هذا مات في مقبرة الغرباء في سوريا، اسمه الفنان راسم الجميلي، فنان كثير معروف عندنا بالعراق. فقلت شلون هذا أطلع على للناس؟ ففكرت قلت لازم أشوف شيء يكون حجة حتى هو يبرز. فقلت ما دام احنا عندنا في رمضان وعندنا أعمال رمضانية، خل أعمل حفل توزيع جوائز للأبرز في رمضان، وتكون الدورة الأولى باسم راسم الجميلي. وقفت على التسمية، شو أسمي الموضوع؟ الأفضل في رمضان، نجم رمضان، ما أعرف إيش كيف. فكنت معزوم بعد يومين على عشاء أو 3 أيام. فقلت يا الله يعني شنو أسمي هيك. شرت راسي للسماء، شفت الهلال. أيوة. وكان أصيح وأنا بالمطعم، لقيت الاسم. شنو لقيت؟ مضيع شيء؟ قلت لا، لقيت الاسم. أي اسم؟ قلت بعدين. الهلال سميته الهلال. قلت لا، الهلال الذهبي، لأنه هو في من كل فئة فائز واحد، يعني أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل سيناريست. فصار حفل الهلال الذهبي اللي هو ليس حفل توزيع جوائز فقط، وإنما إبراز القيمة الفنية للفنان العراقي من خلال استذكار الراحلين، تكريم الرواد، التسليط على الضوء على الأعمال العراقية، وأظهار بغداد بأنه فيها ريد كاربت وفيها توكسيدو وسواري، وممكن نكون حالنا حيقلد بالعالم يحتفي بالفنانين. فكانت ضربت أكثر من 10 عصافير بحجر واحد. يعني في نفس السنة، في نفس 2019 الدورة الأولى كانت في 2019 وكان هذا يعني السبب فيها الفنان راسم الجميلي. يعني أنت هاي السنة حيكون الدورة السادسة؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله، خلاص اللي حكون فيها معزومة إن شاء الله. أكيد الشرف. شكرا. أتذكر السنة اللي فاتت كان في يعني يمكن أكثر الانتشار والإنجيجمنت اللي صار على السوشيال ميديا. يعني بالنسبة لي كنت كثير متابعة للحدث. نزلت صورة جميلة جدا مع زوجتك وإنت حطيت تعليق أجمل. أنا حطلب منك تعطينا قصة صارت أو حدث خلاك تحس إنه أنا محظوظ بهذه المرة. أني محظوظ بزوجتي لسبب واحد، إنه أحيانا أتخيل حيدر ما ممكن يعني أحد يفهم عقله، يفهم جنونه، يفهم فكرة، بسبب أنه أنا كثير النشاط بالأفكار والمشاريع، عصبي جدا ومرح جدا، متساهل جدا وصعب جدا. فمجموعة تناقضات، انشغالي الشديد والوسط الفني بما يحمل من يعني أمور جيدة وسيئة وإرهاصات تخليني دائما منشغل. وبوجودي بهذا العالم فصعب نلاقي زوجة تتقبل
حياة زوجها وهو مثلا بين النساء الفنانات أو الإعلاميات وإيفنتات ويعني وخروج مستمر وانشغال مستمر. هي كانت متفهمة من اليوم الأول لزواجنا، وإنسانة عاقلة مثقفة هادئة جدا. أحيانا تصيبها بعض الملاحظات وهي من حقها كزوجة، أنه صارت تتابع، يعني أحيانا هي صارت تشاركني أنه هذا كذا هذا كذا كذا كذا، يعني تبعث كومنت على الطاير مثل ما نقول على الهامش، أنا أراجع بعدها أنه إيه حيدر أنت شفت الأمور من منظارك أنت، هي تمثل الجمهور، شافت الأمور من منظارها هي، فأرجع يعني أحسب الأمور غير حساب. فبالتالي هي تقبلت حياة حيدر بكل إرهاصاتها، وأنا يعني أقدم لها الشكر لأن هي كانت صابرة معي. تمام. لو واحدة من بناتك حبت تدخل مجال الفن بتوافق ولا لا؟ لأنه أنت قلت أهلك ما خلوك تغني، وأهلي ما خلوني أغني على فكرة، مش عارفة ليش المشكلة. هو هاي المرحلة العمرية احنا كنا نريد نغني، يعني أسهل شيء تغني، وأحيانا يمكن هي أصواتنا هي أصلا ما تصلح الغناء، بس احنا نريد نغني. يعني أنتوا عارفين واحد يحب يكون مشهور. بالنسبة لبناتي الكبرى أرجوان والصغرى ميرنا، الله يخليها. الله يسلمك، أنا تارك لهم مطلق الصلاحية. المشكلة وين؟ إنه هم توجهاتهم إلى اليوم ما يعرفون أي فنان عراقي. أوه. يعني يعرفون الكوريين ويعرفون الأجانب يعني أكثر من معرفتهم بالعراقيين، بحكم إنه ما يعني توجهات الجيل الحالي غير توجهاتنا. يعني سابقا تلفزيون واحد، قناة واحدة وقناتين، والكل متسمرين، كل البيت وينام ساعة 12 بالليل وكذا. هسه السوشيال ميديا دخلتهم لقارات يعني أخرى ولا دول أخرى، فالثقافة اختلفت. يعني أرجوان تقول لك أنا أريد أصير محققة جنائية. فأنا استغربت، محققة جنائية إحنا ما عندنا. شايفة فيلم كوري هذه. فتقرأ فانتازيا وتقرأ كتب وكذا، ويعني وهي ما زالت صغيرة وتقرأ هاي الكتب الصغيرة. يعني بعدها يعني ما محدد الوضع، بس كذلك ويا الفن مو صلح. فبالتالي قلت لهم بنات انتوا طلعوا معدلات عالية معدلات واطية، انتوا وين تحبون روحوا. المهم تمارسون الأعمال اللي تحبوها وتروحون للجامعة اللي تحبوها. أنا ضد أنك لازم تطلع معدل عالي حتى تروح طب، لا، أنت طلع معدل أقل من الطب وروح مثلا تاريخ، اقتصاد، علم نفس، تكنولوجيا، أي شيء ممكن تحبه أنت، رياضة، فن، أي شيء أنت تشوفه أنك تبدأ، مو أنك ترضي المجتمع أو ترضي عائلتك حتى يقولك أوه برافو أنت خريج هندسة أو خريج طب. صح. لا، أكو كثير ناس ناجحين هم أساتذة الجامعات، بالتالي بغير اختصاصات. يعني ممكن تاخذ دكتوراه أو ماجستير بأي اختصاص آخر يعني، وتكون نافع لمجتمعك، ممكن تكون كاتب ناجح وإعلامي ناجح، ممكن تكون ميكانيكي ناجح، يعني ممكن تكون مهندس كمبيوتر ناجح. مو شرط النجاح، قياس النجاح في المجتمعات العربية اللي هي الهندسة والطب، هذا صورة خاطئة. فأنا ما عندي مشكلة أي طريق يختاروا، وقلت لهم أنا اللي طريقة اللي اختاروا تتحملون نتيجة قراراتكم. على ذكر السوشيال ميديا، شو أغرب نوع من الرسائل توصلك؟ مثلا من نوع أريد أصير مشهور ساعدني. وصلتني مثلا رسالة مرة من طالبة جامعية عراقية قالت لي أريد أصير نجمة. فقلت له أوكي، إنه أكو صيدلية قريبة على بيتكم، فأخذي 3 حبات، واحدة بعد الفطور واحدة بعد الغداء واحدة بعد العشاء. قلت موضوع النجمة يعني بهالسهولة أنتوا يعني صار استسهال بالأمور. هو مو بهالطريقة، إنه الأشياء لازم تكون ستيب باي ستيب، إنك تجتهد، إنك تقرأ، إنك تتثقف، إنك تتوعى. أي واحد يقدر يصير معروف ولكن مو نجم.
المشهور غير النجم. يعني ممكن تعمل عمل فاضح وتكون مشهور على صعيد الدولة، بس أن تكون نجم لازم أكو رسالة يعني تفيد المجتمع والناس تحبك. يعني هاي من أغرب الرسائل دائما توصلني. حيدر، بالنسبة للهلال الذهبي الفئات فقط للتمثيل أو هناك للغناء؟ كانت 10 جوائز، حاليا صارت 21 جائزة. أفضل مطرب تايتل فيها، والجوائز الإعلامية اللي هي أفضل برنامج رمضاني، والبقية هي جوائز التمثيل. تمام. فاليوم حنعمل لعبة. تمام. أنت في لجنة تحكيم الهلال الذهبي، أوكي، ولكن للمغنين. تمام. فأنت حتعطيني رأيك كرئيس لجنة. أويلي. أوكي. نبدأ بهمام إبراهيم. صوت مثقف، صوت أكاديمي، صوت نظيف، صوت جميل، يحمل أخلاق عالية، ومن النوادر اللي شفتها بالوسط. سيف نبيل. مجتهد جدا 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 جدا، أبرز فنان عراقي شاب سوق نفسه بطريقة صحيحة. أصيل هميم. صوت يعني موهوبة بالفطرة، صوت طربي ياخذك اللي تقولين على الأشياء اللي تسويها. أتمنى عليها، كنت أتمنى عليها سابقا تغني عراقي، كانت ما حاليا يعني صارت من سنوات تغني عراقي. أتمنى عليها تتوسع، تغني مصري، تغني شيء غير المصري، لبناني، تنفتح على بقية اللهجات العربية، وهي فنانة من الطراز الرفيع. رحمة رياض. صوت يطربك، صوت حلو، نجمة عراقية، اختارت أغاني قدمتها صح للجمهور. على ذكر الفنانة الجميلة رحمة رياض، انقطع التعامل مع بعض بعد سنين طويلة، خلينا نقول بعد 11 سنة. بعد 11 سنة. هل هناك أسباب غير معلنة سواء من طرفك أو من طرفها؟ لأنه سمعنا كثير إشاعات، وبما أن عنا المصدر هنا فنريد المصدر يحكي لنا. الموضوع يعني هو في أشياء تراكمية في داخلي، وهي أول مرة يعني أقولها، ولكن كنت أنطي العذر. ممكن من شغلة، ممكن ما مهتمة، ممكن أنا كلها هي وعائلتها كل الحب والاحترام، ولكن أنه زوجها يكون خط أحمر وعدم الاقتراب منه حتى بالانتقاد، فهذا القرار يمشي على كل الناس إلا على واحد، إلا على حيدر النعيمي ما يمشي، حتى لو كنت أنا صديق العائلة. فلما كتبت رأيي فيه الواضح والصريح بأنه تمثيله بارد، اللغة أو اللهجة العراقية بعد صار لمدة 3 سنوات وما ينطق بشكل صح، فهذا أكو فيه خلل. انفعالاته في الدراما تكون انفعالات تمثيل ما مقنعة، فبالتالي أنه يصير الزعل بسبب انتقادي ألكسندر علوم زوجها. وصار التواصل، واتصلت عليها رحمة، قالت أنت ما يصير تكتب عليه. قلت لا، قالت أنت صديق العائلة يعني تعرف. قلت لا، أنا الصحفي حيدر النعيمي، صديق العائلة غير، وأنا مارس الدوري كصحفي. واللي تكلمت فيه عندي رسائل على الخاص من كل فنانين العراق بدون استثناء، كلهم قالوا لي برافو، وكنا احنا تصورنا انك ما راح تكتب لان تخاف على علاقتك مع رحمة. أني لا، مع الصحافة مع حيدر النعيمي ما أخاف على شيء، لا على علاقة ولا على مصلحة، أكتب ما يملي عليه ضميري. صار الزعل بشيء كتبته ومحيته بضمن الانتقاد لأليكس،
أنا أتكلم هنا بكل صراحة. قلت هو حصل هذه الفرص البطولات في الدراما بسبب تواجد رحمة في حياته وما حياته، يعني كنت رحيم فيه. هي قالت لي انك يعني تقصد انه هو صعد على ظهر مرته؟ قلت لها هذا مو موجود، انا محيته من اول 5 دقائق. قالت لا انا عملوا لي سكرين ودزوا لي اياه. قلت على العموم هو لما كانت رحمه في حياته ما كان شاف اي دور بطوله. وانا من هذا البودكاست اتحدى الكسندر علوم انه لو لم يكن زوج رحمه رياض ما كان شاف اي دور تمثيلي في حياته. وهذا تصريح لك. شكرا على هذا التصريح. بما أنه جبنا سيرة الممثلين، فأنا حابة أخذ رأيك بشكل موجز لأنه الوقت يداهمنا في بعض الأسماء الشابة. يعني أنا يمكن أحدث مسلسل شفته عراقي كان حيرة. طبعا الأستاذ الكبير إياد مش مشمول في هذا التصنيف، ولا أنعام ربيعي ولا بتول كاظم. أنا يعني ما نحكيوش عليه ونحكيه فقط على الشباب. مثلا زهرة بن ميم، إذا أنت اليوم حتعطي جائزة مثلا الواحد فيهم سواء البرونزية ولا الذهبية ولا الماسية، أو ممكن تحجب الجائزة عن هذه الأسماء، رأيك في زهرة بن ميم بشكل عاجل؟ زهرة بن ميم متكلفة في التمثيل، تحتاج إلى الاسترخاء أكثر، وتحتاج أنه تتعامل مع التمثيل بطريقة أخرى، كونها هي تعمل الشخصية بشكل متسارع وليس هادئ. براء زبيدي فنانة هادئة أكثر من اللزوم، تحتاج انفعال، يعني بالعكس عن زهراء. غيد صالح ممثلة بارعة في لغة العيون. بكر خالد نجم عراقي وسيكون نجم عربي قريبا جدا، وهو مبهر لحد يعني لحد ما صحين على هذا التمثيل الحلو. مهند ستار ممثل بارع ومبهر، أتوقع سيكون نجم عراقي في القريب العاجل. سهير صالح حلوة بتمثيلها، حلوة بتجسيسها لشخصيتها في حيرة، من الشابات المجتهدات التي لهن خط معين في الدراما العراقية. ونختم بحيدر عبد الثامر. حيدر عبد الثامر له باع طويل في التمثيل، وعنده أدوار متنوعة كبيرة. في حيرة يعني شفت حيدر متطور جدا عن حيدر الذي كنت أشاهده سابقا، وهو من الممثلين اللي متمكنين بالتمثيل، يعني هو أسطى فن. احنا دائما يعني لما بنقول مصدر موثوق، احنا المرادف عنا هو حيدر النعيمي يعني عارفين. فاحنا نريد سكوب. لما حيدر يقول اربطوا الأحزمة، فكنا مستنين الخبر المزعزع. نريد سكوب ما حد عارفها غير اللي بيستمعونا اليوم. بعطيك اسماء. كاظم الساهر أتوقع أنه سيكون له زيارة للعراق في السنتين الجاية إن شاء الله. انتظرناها طويلا ولكنها أصبحت قريبة إن شاء الله. ماجد المهندس حبيبي وأخويا وصديق عزيز، احتمال كبير يكون في بغداد قريبا. حسام الرسام نجم عراقي إلى جمهوره وإلى أغانيه الحلوة، مجتهد وأحييه على نشاطه. شذى حسون مطربة عراقية نشاطها قل الغنائي، وللأسف كانت نشطة في السابق أكثر يعني من سنوات، ولا أعرف ما هو سبب قلة أعمالها الغنائية. تحتاج العودة إلى الساحة الغنائية والتركيز فيها. حاتم العراقي الله العندليب الأسمر، طبعا هم يقولون عبد الحليم، احنا بالعراق العندليب الأسمر. حاتم العراقي
أكرم الفنانين العراقيين، ساعد كل الناس. صوت عراقي، هو صوت العراقي اللي يسمع الموال تقولين بحلاوة، بحلاوة الأرض العراقية. حكينا على العراق والساحة العراقية. هل عندك اهتمامات في الساحة الفنية العربية بشكل عام؟ أنا من المعجبين والمنبهرين بصوت أعتبره من أعظم الأصوات العربية اللي طلعت خلال ال 15 أو 20 سنة اللي مضت، اللي هو حسين الجسمي، تحياتنا له. أنا أول حفلة أحضر له قلت يعني حرام يعني يغني لنا بلاي باك حسين الجسمي، يعني ليش تغني بلاي باك؟ اكتشفت إنه ودي يغني مباشر. فتخيلي كمية الصدمة اللي صارت عندي يعني. فحسين الجسمي لما أسمع له يعني أروح في عالم ثاني. بالنسبة للبرامج المواهب اللي بتطلع في كل الشاشات العربية، هل أنت مع أو يعني شايف في ناس ربحت البرنامج ونجمها أفل بسرعة، وفي ناس كانت تستاهل هي تفوز لكن ما حلفها الحظ؟ برامج المواهب العربية تقدم خدمة مجانية للمشتركين، تختصر عليهم إعلان لمدة 10 سنين لقدام. ولكن من أساسه ضعيف فتأتيه الشهرة فجأة لا يستطيع عمل كنترول، فسيكون الوقوع في طي النسيان سريعا. وهذا ما حدث مع حتى الفائزين الذين اشتهروا في هذه البرامج، هم الذين لم يفوزوا في البرامج. مثل قصي حاتم لم يفوز، أصبح نجم، وغيره من الفنانين. بالتالي من يجتهد بعد تقديم هذه الخدمة الإعلانية والإعلامية له هو من سيكون الرابح الحقيقي من البرنامج. يعني ختاما، في نقطة أنت ذكرتها وأنا بقت في بالي، موضوع التهديد بالقتل. وموضوع أنك نزلت بوست ومحيته. فلما تمحي بوست، يعني لو أنت أخذت القرار وتريد تمحيه، لكن إذا حد اتصل عليك سواء يعني كائنا من يكون، هل أنت تمحيه محبة ومعزة في الشخص هذاك أو خوفا من بطشه إذا كان حد صاحب سلطة؟ أولا يعني يعرفوني أنه أنا أضحك حتى من أكبر واحد يعني مني يهدد، يعني ما يمشي معي التهديد أبدا. كل البوستات التي محيت يعني هي نوادر محيت إكراما للناس اللي دخلها، محبة وإكراما فقط لا غير. أما خوفا ممكن أزيد بس ما أنقص. يعني إذا أخاف مثلا هددني أو خفت، لا أزيد البوست يصير 10 بوستات مش بوست واحد. فلا تقربوه أحسن عشان ما يزيد الطين بل. تمام. السؤال ما قبل الأخير، خلينا نقول أعطينا اسم فنان تونسي أو فنانة تشوف إنه عنده مستقبل. تونسي. انتظروا أيها العرب انتظروا الصوت التونسي النسائي المزلزل آية دغنوج. ستكون من الأرقام المهمة في الوطن العربي، وسجلوا هذا علي. خلاص احنا ربطنا الأحزمة ومنتظرين آية. نختم بالخطوة الموالية لحيدر النعيمي. ممكن جدا بعد يعني سنوات بسيطة جدا مو كثيرة، أنه أعلن اعتزالي عن الصحافة والإعلام. ليش؟ راحت بال. أنا كنت متوقع أنه حابدأ مجال صدمتني أنا حاليا. أوكي. يعني ممكن بسنوات بسيطة أعلن اعتزالي كل شيء. لهالدرجة تعبك لا مو تعبان، لا صعب بالعكس. أنا حياتي بالشغل، ولكن ممكن أعتزل بلحظة قريبة جدا. يعني ما تتجاوز 10 سنين أو أقل ممكن، يعني ممكن أستمر. بس فكرة الاعتزال واردة من زمان، اعتزال كل شيء. ليش؟ راحت بال. يعني أكو أشياء ما تستحق أن تمشي فيها بعد، خلاص يعني كملت رسالتك فيها وخلاص وانتهى الموضوع. المهم احنا
بس نحب يعني نشوفك مبسوط ومرتاح. انا مبسوط ومرتاح والله العظيم. يعني بالمناسبه حتى قرارات العزاء بناخذها وانا ضاحك يعني. اي طبعا. قرارات حيدر النعيمي كلها بعقل راجح. وارجع اقول لك شكرا. أنا اللي يعني زياره سريعه لكن تحصلت منها على يعني يشرفني ويسعدني. اكيد انت صديقه عزيزه وتربطنا سنوات معرفه من زمان. انا احب تونس واحب الشعب التونسي، وهي مو مجامله. انا جيت على قرطاج اكثر من مره، ويعني عندي علاقات في الصحافه التونسيه وفي الاعلام التونسي وفي الشعب التونسي. احبكم برشا برشا برشا. يحبكم برشا برشا برشا، وأنا زيدا نحبكم. ونتقابلوا إن شاء الله في حلقة جديدة، وتابعونا. شكرا. شكرا حقيقي. شكرا.